وريحتك خانزه، بلا ما تجي تبدا تتكلم على بن كيران غير خلي عليك في الثقه. بن كيران في كلمة. بن كيران رجل فاشل، رجل أساء إلى هذا الوطن. إذن بسم الله والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتداء، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، وحمايتنا لهذا الوطن كتقتضي منا أولا أننا نكون صادقين مع أنفسنا، وبالتالي نكون صادقين مع المتابعين الكرام، وأي معلومة كنزودهم بها إلا وكتكون مرفقة بالدليل والدليل القاطع. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا كنحترموا القدرات الفكرية ديال المواطن المغربي بشكل عام، وكذلك المتابعين ديال القنوات ديالنا بشكل خاص. مواضيع الطرح اللي غنتكلم فيها في هذا الفيديو إن شاء الله الحملات الدونكيشوطية التي لا تنتهي ديال حميد المهداوي، واللي اليوم كيوجه السهام ديالو إلى خصم جديد وهو الفنان القدير المحبوب عند جميع المغاربة، واللي كيدخل البسمة والفرحة إلى قلوب المغاربة، ألا وهو الفنان حسن الفذ. بخصوص المعطي منجيب غادي نتكلم عليه، وغادي نتكلم لكم كذلك على الصراع بين الشيخ الفزازي وبن كيران. إذن غادي نبدا لكم بالطرح الأول. ومواكبة للمغامرات الدونكيشوطية ديال حميد المهداوي، اليوم كيختار واحد الطاحونة جديدة. كنقول لكم طاحونة لأن الدونكيشوط ديال لامانشا كان كيختار الطواحين كأعداء وهميين. اليوم حميد المهداوي كيختار كعدو وهمي الفنان القدير المحبوب حسن الفذ. وخصكم تعرفوا الإخوة الكرام بأن حسن الفذ راه ماشي هو أول أو آخر فنان ضحية ديال حميد المهداوي. كلكم كتذكروا، وبالأمس القريب كان انتقد انتقاد غير بناء الفنان عبد الله فركوس، قال لي أجي أنت علاش ما كتتكلمش في السياسة وعلاش ما كتتكلمش في القضية الفلسطينية؟ كيفاش بغيتي عبد الله فركوس يعطيك حكم على القضية الفلسطينية وهو ما عندوش إلمام بها؟ إذن الحكم غيكون معتل، ما غيعطيكش معطيات صحيحة، لأن الحكم عن الشيء هو فرع عن تصوره. يجب أن يكون التصور صحيحا باش يكون الحكم صحيح. لا، حميد المهداوي خصك تتكلم ليه في داك الشيء اللي كيتكلم هو، وإلا غادي تكون عدو وغيوجه لك السهام ديال النقد الغير بناء ديالو. خصك تتكلم داك الشيء اللي كيتكلم فيه هو، والذي يفيد الايديولوجيا ديالو هو والايديولوجيا ديال المتابعين ديالو هو، خصك تتكلم فيه. خصك انت اجا رجل الاقتصاد علاش ما كتكلمش لينا على السياسه، واجي انت رجل السياسه علاش ما كتكلمش لينا في الدين، واجي انت رجل الدين. عفوا، احنا عندنا في الاسلام ما عندناش رجال الدين لان احنا ماشي رهبان. اجي انت الشيخ علاش ما كتكلمش لي على النعناع، علاش ما كتكلم؟ خصك تتكلم كيف ما كيتكلم حميد المهداوي. اليوم حميد المهداوي كيهاجم حسن الفذ وكيقول ليه علاش ما قلتيش لينا على التهرقاويت اللي تمارست على معطي منجيب ملي كان باغي يدخل المعرض الكتاب، وعلاش ما تكلمتيش لينا على الزليجيه، وعلاش ما تكلمتيش على كذا وكذا. فملي كنجيو يعني المعطي منجيب، كلنا شفنا المسرحيه الهزليه اللي قام بها في احسن حله، يعني اتقن الدور، يعني امام المعرض ديال الكتاب. جاء الباب ديال الخروج وكلنا كنشوفوا الناس كيخرجوا وهو بغى يدخل من تما. ملي الناس ديال الحرس الخاص اللي كاينين تما، الناس اللي خدامين تما، قالوا ليه لا ودي راه ممنوع ولا يليق وماشي قانوني انك تدخل من الباب ديال الخروج. قال لهم نتوما بلطاجيه. السيد قال لي حنا بلطاجيه. كيفاش بلطاجيه؟ ويقول لي لا راه ما مصيبطينهم لي في الطوموبيل، وبدا كيتكلم لي على اكس وايكغيك. قال لي لا، قال لي بلطاجيه، قال لي بغيتوا تمنعوني، بغيتوا تبعدوني على المكان ديال التصوير، وكأن هناك قنوات رسميه هي اللي مترصده هذا المعطي منجيب وكتصور فيه. بكل بساطه كان واحد هز التليفون وكيصور في المعطي منجيب، وكان هذاك على استعداد انه يمشي مع المعطي منجيب حتى للطواليت حاشاكم ويصوروا، ما عندوش مشكل. الناس قالوا لي هودي الله يجازيك بخير، سير راه المكان المخصص للدخول راه ماشي هو هذا، سير دخل من اللي هنا راه كيخرجوا الناس. قال لي لا والو، بغيتو تبعدوني من البلاصه اللي كنصور فيها. وقال لي راه البوليس، هو عينو في البوليس، قال لي راه البوليس شرقوا لي التيكي، قطعوا لي التيكي ديالي. ويخرج الراجل قال لي لا اجي هاد التيكي ديالك ها هو، ويمشي خدا التيكي ديالو وعاود رجع عند الناس المكان المخصص للخروج وبغى يدخل منه، يعني صحة، بغى يخرق القانون، بغى يخرق القانون. وقال لهم واش نتوما ما كتعاملوش بالعفو الملكي؟ اذا هنا ضمنيا هو كيعترف
بأنه نال واحد العفو ملكي، ضمنيا كيعترف بأنه كان مجرم، ضمنيا كيعترف بأنه خذ العفو الملكي، لأن عندك عفو ملكي هذه في الحالات العامة كيكون صادر ضدك حكم حائز أو متضمن لقوة الشيء المقضي به. إذا ضمنيا المعطي منجب كيعترف أنه ارتكب واحد العمل جرمي وضده أحكام ونال العفو الملكي. قال واش ما كتعرفوش العفو الملكي والبلطجية وبدا بأسلوب لا أخلاقي صراحة. احنا كيف ما وعدناكم غادي نعطيكم كل شيء بالدليل، غادي نشوفوا المعطي منجب مين كان باغي يدخل، شوفوه مين كان باغي يدخل من المكان ديال الخروج، والناس كيقولوا ليه ما كيقولوش لي ما تدخلش، ما قالوش لي ما تدخلش، قالوا لي راه من غادي تدخل وسير دخل من لهيه. وعلاش انت باغي تدخل من هنا من المكان ديال الخروج؟ واش عباد الله والعيالات خارجين والرجال خارجين اللي محتارمين نفوسهم ومحتارمين القانون ومحتارمين القواعد الداخليه ديال معرض الكتاب، انت جاي باغي تخرق لهم القانون تخرق كل شيء تدخل من المكان المخصص للخروج. نخليكم على فيديو وكنقولوا للسي حميد المهداوي بالله عليك شكون اللي هرقاوي هنايا؟ شكون اللي هرقاوي؟ لان حميد المهداوي غادي بالمنطق ديال عض قلبي ولا تعض رغيفي، اي حاجه غتجيب ليه المشاهدات، ولو انه كيبان ليه المعطي منجب راه خاطئ ما غيقدرش يخرج يقول لي راك خطأت يا الشريف، لان المشاهدين ديالو ما طالبينش هذا الخطاب اللي كيخطئ المعطي منجب. وكيف ما سبق لي ذكرت لكم هو غادي بالمنطق ديال عض قلبي ولا تعض رغيفي، وخاص الرصيد البنكي يمتلأ. انا راه ما غاديش نقول ليه علاش ما كتكلمش على الراديو، علاش ما كتكلمش على هادي، علاش ما كتكلمش على الاراضي السلاليه، علاش ما غنتكلمش على هذيك. انا فقط غنسولو علاش ما كتكلمش على السحب ديال القانون ديال الاثراء الغير مشروع. علاش ما عمرك تكلمتي عليه السي حامد المهداوي؟ لانه ضدك، ولانه عارف انت الا تكلمتي عليه هذاك ماشي في مصلحتك، لانه ولا جاو يطبقوا معك هذا القانون غادي يهزوا لك رجليك السي حامد المهداوي بكل بساطه، لانك انت بالامس القريب خرجتي من الحبس ما كتكسب ما كتعلم، وانت الان من الاثرياء. خرجتي بالامس القريب كتقول لهم ضراني عيني وهاي جغمه ديال الدم لي في عيني وانا تسلفت 1000 درهم باش نداوي عينيا، وانت الان من الاثرياء. من اين لك هذا السي حامد المهداوي؟ علاش ما عمرك ما تكلمتي على سحب القانون ديال الاثراء الغير المشروع؟ والله ما نتكلم لك على الراضي، والله ما نتكلم لك على شي واحد، تكلم لنا على هذا القانون لانك عارف وماشي في مصلحتك. بالله عليك قول لنا شكون اللي هرقاوي؟ واش ماشي هذا هو الاسلوب ديال تهرقاويت اللي دار المعطي منجب ويدخل بغى يدخل من الباب المخصص للخروج؟ خليكم على فيديو. لا 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 دخل. انا خرجت وانا عباد الله عندي التيك وما خرجوش. انا عندي التيك خليني ندخل. راه ما كتحترموش القانون، راه الملك عفالي يا عباد الله، مالك عفالي مالك عفالي. لا 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 باغيين يبعدوني من المصورين. انا عارف كل شيء. علاش انا خرجت؟ هاي التيكي ديالي، هاي التيكي ديالي، شربوا عليا وعطوني الصدق ديالي. خليوني ندخل يا عباد الله، خليوني ندخل. واش انت ضد العفو الملكي؟ انت واش ضد العفو الملكي؟ شوف عندي خرجت ندخل عندي الحق. شربوا لي لا 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 اما قالوا لي قصح معاه، اما جايبين لي البلطاجيه ما قصح معايا ما والو. لا ماشي عليك انت، انا جايب لي البلطاجيه، انا عارف الطوموبيل عارف كل شيء، عندي اصدقاء في كل مكان. اما الان ننتقلوا للموضوع ديال الشيخ الفيزازي وبن كيران. مجموعه من الناس المتابعين لهذا الصراع كيظنوا بانه صراع بين شخصين، الا انه واؤكد لكم انه صراع بين ايديولوجيتين، وغادي نعطيكم الدليل. خصكم تعرفوا بان الشيخ الفيزازي هو ظهير مدافع للسنه النبويه، اذا هو كيتكلم من منطلق وبمرجعيه اسلاميه. وكذلك الشيخ الفيزازي راه من الأشاوس اللي كيبذل الغالي والنفيس من أجل إيقاف المد الشيعي من الدخول إلى المغرب، من أجل منع استيراد الثورة الخمينية إلى المغرب. وخصكم تعرفوا أنه أي شيعي عنده الولاية للمرشد الأعلى لولاية الفقيه هو ضد إمارة المؤمنين، هو ضد الملكي وضد إمارة المؤمنين قولا واحدا. وهذه المسألة هذه ما بغيهاش بن كيران. كلنا لاحظنا الانتصار والنصرة ديال بن كيران لإيران وللشيعة، وكان ذكرها وأنا عندي لا فيديو كيقول حنا ماشي غير جينا وخلينا السنة ومشينا عند الشيعة. كان كيتكلم على القضية الفلسطينية قال لهم مشينا عند الشيعة. إذن السيد لا يخفي مثلا هذا الأمر أنه ينصر وينتصر لإيران،
وحنا كلنا كنعرفوا بأن إيران هو عدو للوحدة الترابي ديال المملكة المغربية، وكذلك عدو لإمارة المؤمنين. أي شيعي كيف ما ذكرت لكم راه هو عدو لإمارة المؤمنين وللملكية. الأمر اللي أنا استوقفني قبل ما ننتقل بكم الأشقال بن كيران على الشيخ الفيزازي وبشرت عليه الشيخ الفيزازي، الأمر اللي استوقفني هو أنه بن كيران كينسب نفسه لواحد الصحابي جليل وكيكذب على الصحابة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. بن كيران كيكذب على الصحابة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل الترويج الحملة الانتخابية ديالو المسبقة، واللي حتما حنا غنعطيو الحكم بأنه خاسرة. إلا كانوا المغاربة كفنوا حزب العدالة والتنمية في 2021، ففي 2026 غادي يدفنوهم، غاديين يدفنوهم. كتخيلوا أن بن كيران حنا كنا كنعرفوا الجرأة والسلاطة في اللسان ديال بن كيران، يعني كل مرة كيوصف هذا بالحيوان، هذا بالخانز، هذا بالبرهوش، هذا بهذا، إلا أنه باش توصل به الجرأة أنه يكذب على صحابي جليل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كناش كنظنوا أنه عنده هذه الجرأة الكبيرة. غادي نخليكم تسمعوا كيفاش بن كيران كي ينسب نفسه للصحابي الجليل سعد بن معاذ. وأصلا سعد بن معاذ اللي كيقول فيه بأنه ملي مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بأن سعد بن معاذ هو اللي غادي يتولى الخلافة، إلا أنه يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني بحال انتزعها منه، وبالتالي هذا الصحابي اللي هو سعد بن معاذ هاجر إلى وثم عاد، وبالتالي السلالة ديال بن كيران كترجع للصحابي الجليل سعد بن معاذ. خصكم تعرفوا بأن هذا الصحابي الجليل مات يعني قبل ما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام، مات في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أتمشيو تبحثوا في سعد بن معاذ، الله يجازيكم بخير. هاد الناس اللي كيسمعوني دابا سيروا بحثوا في سعد بن معاذ، غتسمعوا بن كيران كيقول بأن النسب ديالو كيتصل بالنسب ديال الصحابي الجليل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ عباد الله راه مات قبل من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه أحاديث بأن سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، بأن سعد بن معاذ حملته الملائكة، بأن سعد بن معاذ شيعه 70,000 من الملائكة. إذن هنايا راه بن كيران كيكذب على الصحابي الجليل. الله يجازيكم بخير، سيروا قلبوا على الصحابي الجليل سعد بن معاذ. تسمعوا بن كيران اش كيقول؟ كيقول أنا النسب ديالي كينحدر من النسب ديال سعد بن معاذ. هذا الصحابي مات في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو قال لك راه ملي مات الرسول كان هو اللي غادي يشد الخلاف، وراه مات قبل من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا السي بن كيران سير قلب على شجرية أخرى، ما تبقاش تتكلم في الدين، راه لا تفقه في الدين شيء وليس لك حظ في المادة الفقهية وفي المادة الشرعية وفي المادة الدينية، ليس لك حظ في هذه الأمور هذه. السياسة راك غير كتمثل على عباد الله. ومؤخرا راك جبتي ممثلة اللي هي كنحترموها كممثلة، ولكن هو لأنه خاصو ممثلين اللي غيمثلوا على المواطنين، هو راه جاب ممثلة وعطوها التزكية. نخليكم مع تسمعوا بن كيران كيقول بأن النسب ديالو كينحدر من النسب ديال سعد بن معاذ. شوف الوالدة رحمها الله، المرأة الشريفة العظيمة المسماة لاله مفتاحة الشامي الخزراجي، التي ينتهي نسبها إلى سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي خرج من المدينة المنورة غاضبا لأنه كان يريد أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعينوه وذهب إلى الشام. من ثم خرج ومشى للشام، فهمتي ولا؟ ولد هذه العائلة هذه اللي وصلت للمغرب هذه 7 القرون. فالتطاول ديال عبد الله بن كيران ما كيقتصرش فقط على الصحابة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه، بل كيتمادى التطاول ديالو إلى إحدى السنن ديال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي اللحي، واللي وصفها هو بالشطابة. كنا كنتذكروا الأثر ديال عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، حيث وصفت بأن الله عز وجل زين الرجال باللحي. عبد الله بن كيران كيوصفها بالشطابة. غادي نخليكم بالهجوم ديال عبد الله بن كيران على الشيخ الفيزازي وكيفاش رد عليه الشيخ الفيزازي. وإلى هنا أقول لكم ربي لا تجعل كلامي هذا صيحة في واد ولا نفخة في رماد، أستودعكم الله الذي لا ولن تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني وقد جيبوا واحد بوشطابة 20 مرة، بوشطابة هذاك سميتو، والله كنت أنا ما نصلي موراه ولا صليت موراه.
هذاك بوشطبات يقول لهم راه بن كيران طاح، طيحوا المغاربه في 2021. انا ما طيحونيش المغاربه في 2021، انا ما كنتش مرشح وما كنتش رئيس حكومه وما كنت والو. انا المغاربه طلعوني في 2016، ولا بغى الله يعاودوا يطلعوني في 2026. ولكن انت واش كتعرف الغيبه الفقيه؟ ياك ما وليتي شواف؟ راه كاين الشوافه كيديروا لحيتهم، راه اللحيه ماشي هي اللحيه عنوان اذا كانت التقوى. اما الا كنتي بعتي وشريتي وما تتحشمش توقع في الاعراض ديال المسلمين وحالتك حاله وريحتك خانزه، بلا ما تجي تبدا تتكلم على بن كيران غير خلي عليك في الثقه. بن كيران في كلمة. بن كيران رجل فاشل، رجل أساء إلى هذا الوطن وأساء إلى المغرب وأساء إلى مؤسسات إمارة المؤمنين. راه فضحنا. الملك اتصل بي مع 3 الليل. كيف يتكلم كثيرا قال لك. ولا يقول شيئا. الملك اتصل بي، أنا قلت له، قال لي يا سيدنا اللهم يا ودي راه اتصل بجميع رؤساء الحكومه والوزراء وكذا، حتى واحد ما طلع يقول انا يعني هذه يوظفها كانني انا قريب من الملك، غنتخبوا عليا، راه انا هو بها. فبدون شك ان ما نبغيش نتكلم باسم القصر الملكي الشريف، ولكن هذا الرجل اساء الى هذا البلد ملكا وشعبا ومجتمعا واسره، وحدث ولا حرج. فاذا ان يسيء الي فما انا الا سوى نقطه في بحر